السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الأحبة ديالي غنعدل لكم البريوش اللي كيتحضر لنا رمضان، كيجي رائع. بريوش باللوز. قبل ما نبدا نقولوا نصليو على النبي الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تفاعلوا معنا وشاركوا معنا في القناه، الله يجازيكم بالخير. المقادير ديال البريوش: 300 غرام ديال الطحين، 80 غرام ديال الزبده، 7 غرام ديال ديال الخميره الفوريه، 7 غرام ديال الملحه، عندنا 30 غرام ديال السكر سنيده، عندنا بيضه كامله، عندنا 180 مليلتر ديال الحليب. غنعملوا هاد المكونات كاملين في العجانه وغنعجنوهم في دقه مع بعضيتهم. تابعونا. كنعملوا العجينه تعجن مزيان في العجانه ولا بيدكم، المهم حتى تدلك مزيان وترجع مدلوكه. من بعد كنعملوها في هذا الاناء هذا اللي كتشوفوا. ها شوف كيفاش كتجي العجينه، كتجي بحال هيدا مخدومه مزيان. وكنعملوها شوف كيفاش كتجي، وكنعملوها في الاناء، نغطيوها بالسلوفه، ندخلوها النبيره ليله كامله تنغدا في الصباح. الحشوة د بريوش عندنا 50 غرام ديال اللوز مقشور ومطحون، واحد بيضة، 50 غرام ديال الزبدة مغروفة كبيرة د الطحين، 50 غرام سكر سنيدة. ملي كنخرجوا لغدا العجينه ديالنا من النبيره كنطلقوها بحال هاد الطريقه، وكندهنوا وسط منها الكريمه ديال اللوز اللي كنا حضرنا من قبل. ديك الساعه كنروليو بحال اللي كتشوفوا في التصوير. عملوا ديك الشيء بتدقيق، كتجي واحد البريوش واحد بحال مذاق كرواسون، شي حاجه يعني بنينه بزاف، ما تقدروش تشبعوا منها نهائيا. انا بعدا حمقتني، ملي جربناها حمقتني، غزاله ما شاء الله. كتجي كدهنوا بحال هيدا، ومن بعد كتروليو كتشيطوا شويش ديال الحشوه ديال اللوز، كريمه ديال اللوز، باش كدهنوا بها من الفوق ديال البريوش. كتجي طويله فيها 40 سنتيم بحال كتشاهدوا، كتجي فيها 40 سنتيم ديال الطاوله. بعد ملي كترجع بحال هيدا كندهنوا فوق منها الكريم بحال اللي قلت لكم، الكريم اللي كتبقى لنا ديال اللوز كندهنوها فوق منها. من بعد كنرشوا عليها السكر كلاصي، هذاك اختياري، كندخلوها طيب في الفران ونخليوها تخمر بعدا شويوش، عاد كندخلوها نفرن. وكتجي جد 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 هائله، يعني الحاجه الهائله والواعره راه كنقولها لكم. ما تندموش الا جربتو. كنقدموا على هذا الشكل، نقدروا نزينوها بالسكر ولي زاموندي فيلي اللوز، هذاك الشيء الزواق اختياري بالنسبه لكم. ودعمونا باللايك واشتركوا معنا في القناه باش نحط لكم كل جديد ان شاء الله يا ربي.